بصوا اللي ورايا ده متحف الحربي. متحف الحربي ده كان مقفول بس اتفتح جديد. تعالوا نخش فيه. ايه ده؟ بيتكلم عن الجيش كله. تعالوا يلا بينا نتعرف فيه ايه جوه. يلا بينا. مبنى المتحف ده كان اصلا قصر لحريم محمد علي وعيلته، لغايه ما جاء الاحتلال البريطاني وحوله لمقر الحاكم العسكري، وبعد كده اتحول لمستشفى للجنود البريطانيين لغايه ما الحكومه المصريه اخدته وحولته المتحف. قبل ما تخش المتحف كده هتلاقي شويه تماثيل لناس من اللي حكموا مصر زمان، زي الملك مينا، رمسيس الثاني، تحتمس الثالث، محمد علي وصلاح الدين والظاهر بيبرس. ده كده من بره. تعالوا من جوه بقى نخش نشوف فيه ايه. جوه المتحف بقى انت يعتبر ماشي في رحلة زمنية، انت قاعد بتتفرج على الجيش من ايام زمان لغاية دلوقتي بتغيراته باحداثه بكل حاجة. هنا هو بيوريك اشكال الفرسان زمان زي في العصر الاسلامي والعصر الايوبي والعصر المملوكي، بيوريك اشكال الفرسان اياميهم كانت عاملة ازاي. بعد كده بقى هتشوف تطور الاسلحة اللي كانوا بيستخدموها زي القوس والسهم، بعد كده اتطورت بقت العجلة الحربية، وهتلاقي اشكال مختلفة من السيوف والخناجر اللي كانوا بيستخدموها زمان. وانت في المتحف برضه هتشوف شكل اللبس اللي كانوا بيلبسوه زمان. وانت بتتمشى في المتحف هتخش في ممر كبير كده، هتلاقي فيه تماثيل لقادة الجيش زمان. ومن ضمن الحاجات الحلوة اللي انت هتشوفها في المتحف هي اشكال العلم المصري من اول واحد اتعمل لغاية الشكل اللي احنا عارفينه اللي هو بتاعنا دلوقتي ده. وبجد من الحاجات الحلوة الجميلة اللي في المتحف وانت ماشي كده وبصيت فوق هتلاقي النجف محطوط عليه اشكال ووضعات عسكرية كتير. بعد كده هتلاقي نفسك دخلت قسم كبير جدا بيتكلم عن قوات الدفاع الجوي واسلحتها في الحرب وكل حاجة عنها. وانت ماشي في المتحف كده هتلاقي صور لأهم 3 رؤساء في تاريخ مصر وتاريخ الجيش المصري. خلاص بقى انت كده خلصت جولتك في المتحف وماشي، وانت طالع اخر حاجة هتشوفها هي بعض الأسلحة اللي استخدمت في حرب 73. لا بصوا بجد متحف فظيع، متحف كبير وحلو جدا وفيه كل حاجة عن الجيش. بجد لاي حد يجي القلعة لازم يجي متحف الحرب. يلا اشوفكم في فيديوهات تانية كتير. سلام.